المالية والصناعية المصرية ده اسمه بالعربي، ده زاد 257% في سنة. فأنت متخيل لو أنت كنت شاري مثلًا أيًا كان بالمبلغ بتاعك من سنة، أو تعرف المعلومة دي من سنة، أو أنا نفسي لو أعرف المعلومة دي من سنة عن السهم ده، لو كنت شاري فيه ونمت ونسيت وسِبته خالص، كانت فلوسي زادت 257%. أنت كده يا معلم عدّيت ال25% بتاعة الشهادات، وعدّيت ال22.5 مجموع عليها ال25%، وعدّيت تجار المخدرات أساسًا في الربح، وكل التجار دي بسبب سهم أنت اشتريت فيه. application زي application thunder بيدّيك برضه إمكانية إنّك أنت تقدر تستثمر وضع افتراضي، بيدّيك مش تقريبًا 100,000 جنيه افتراضيين عشان ما تتخضّش وتفرح وتنبسط، تقدر تجرّب بيهم، تشوف يعني إيه بيع سهم، يعني إيه شرا سهم، يعني إيه سهم بينزل، يعني إيه ربح، والكلام ده كلّه، بحيث إنّك تعرف بعد ما تتأكد إنّك أنت عرفت المعلومة صح، تخش بقى في السوق الحقيقي بفلوس. الlong term investment أنا ممكن أتكلّم عنّه بعدين في فيديو تاني، بس أنا حبّيت أقول لك جمال إنّك أنت تستثمر. ده طريقة من طرق الاستثمار في البورصة عن طريق application زي application thunder. وبالمناسبة ده مش إعلان اليوم، أتمنى يكلموني في إعلان، بس ده مش إعلان.